خلص يا صالح يا ولدي، اخواتك مش هينفعوك. الارض دي ب2 مليون. معقول يا عمي؟ معقول يا ولدي. خلص وتفض منها اوام اوام. طب انا كلمت المحامي، هو يخلص كل حاجه. واللي تعرفه اعمله يا ولدي. حاضر يا عمي، كل حاجه هتخلص. احنا اليومين دول في عرض جنيه. اهو المحامي وصل يا ولدي، وانا رايد لك الخير والصالح اعمله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صالح، عامل ايه؟ ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. دايما. طب استاذن انا بقى. ماشي يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مت، ايه يا صالح؟ الظاهر ده الوقت المناسب اللي احنا هنخلص فيه كل حاجه. بص يا صالح، انا جبت لك المشتري اهو، الباقي عليك بقى. تمام يا مت. زي ما المحامي قال لك يا صالح، خلص واحنا معاك. وانا قدامك يا باشا، بس في حاجه عايز اقول لك عليها. انا مش لوحدي في الارض دي، ولازم اشاور اخواتي. ان شاء الله باذن الله اشاورهم واكلمهم. بص يا صالح، الراجل ده عارض 2 مليون جنيه، وانا بصراحه شايفها فرصه. انجز وما تضيعهاش من ايدك. يا خالتي يا خالتي، يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ نزلوا في الارض. دخلوا اقف معاهم. نهارك اسود، يا رب تجيب العواقب سليمه، يا رب يا رب تجيب. يعني خالك هو ومين هناك؟ اسمع ناس معاه كده. يا ساتر يا رب، الله اكبر. نهارك اسود فين يالا؟ ماما تعالى وريني. طب بالراحه، هقع بالراحه هقع. ماشي يا متر، بس 2 مليون دول شويه. وعلى العموم الارض دي مش بتاعتي لوحدي، الارض دي بتاعتي انا واخواتي، وانا كده كده هشاورهم الاول. بص يا صالح، خلص بس وما تشغلش بالك بالفلوس. تمام. الراجل حلها لك اهو. وزي تمام. كده. ماشي يا استاذ حسام. حبيبي يا صالح، حبيبي. هرد عليك ان شاء الله. السلام عليكم. انا قررت ابيع الارض يا امي. انت جاي تشورنا ولا جاي تبلغني؟ ان كنت انت جاي تشورنا احنا مش هنبيع الارض. ليه بس يا امي؟ لا مش هنبيع الارض تتعوض في الدنيا. اسمع اللي بقول لك عليه. لا. عايزين نعوض عيشتنا الفجر اللي احنا قاعدين فيها دي. عيشه فجر؟ لا مش هنبيع الارض ما تتعوضش يا ولد. انا عايز ابيع الارض يا امي عشان اجوز اختي دي، وحالنا يتصل عاد. لا يا ولد، احنا مش هنبيع الارض اللي حيلتنا، مش هنفرط في الارض يا ولد. بقول لك عايزين نطلع بره الدايره دي، احنا عايزين فلوس ياما. انت عاجبك الحال اللي احنا فيه وعاجبك الفقر اللي احنا عايشين فيه ده؟ ما يهمنيش يا ولد فلوس، احنا مستورين والحمد لله. وانا ياما من بكره هطلع اشتغل ونوقف مع بعض كلنا. النبي اللي صالح بيقولوا ده مش هيمشي. احنا الثلاثه رجاله، يعني المفروض نقف مع بعض وما نبيعش الارض دي. ابوك مديها لنا امانه. انا مش موافقه على بيع الارض يا صالح، انا عندي خدمه امك بالدنيا كلها. ولا انت ايه خلاص كوست على كل حاجه ليك؟ عايز كل حاجه في الدنيا تاخدها عليك ولا ايه؟ انا كنت غلطانه يا ولدي من البدايه، انا كنت مفكراك هتخفوا على الارض زي ابوك. اسمع يا صالح، امك عندها حق، ما عندناش ارض للبيع. ياما حرام عليكي بقى، انا قلت هبيع يعني هبيع. اتفرجي ياما، اتفرجي على صالح وعلى طمعه. عاد عايز يكوش على كل حاجه في الدنيا، ولا عاد عايز يسيب حاجه لاخواته، ولا عاد حاسس بينا. اتفرجي على ابنك. انت عارف يا صالح لو بعت الارض دي قلبي وربي غضبانين عليه. حقك عليا يا استاذ حسام، معلش اني اتاخرت عليك، بس غصب عني والله. كنت بجيب العلاج لامي. انا جاي اقول لك ان انا خلاص وافقت على بيع الارض، وما يهمنيش كلام حد واصل. يبقى على بركه الله يا صالح، وانا مجهز العقود. خد امضي. ما عندناش ارض للبيع، شرفتونا. الظاهر يا صالح ان الارض دي عليها مشاكل وانت مش هتبيع. انت برضه مشيت اللي في دماغك؟ شكلك عايز تموت امك. اخواتك ما وافقوش على الارض، عايز تعمل ايه تاني فينا؟ اسمع يا متر، دلوقتي مفيش ارض، وتتفضل انت وهو وشرفتونا. بس انا متفق مع اخوك الكبير. ثانية واحدة يا متر. اتفضل.
انت مالك انت ومال الحوار ده؟ يخصك في ايه؟ انا الكبير هنا ولا انت الكبير؟ يخصني انا ليا حقي. احنا هنشتري من حد تاني يا صالح. يلا حسن بيه. ده اللي انت عملته ده. انت ما تعرفش الارض دي تساوي كام؟ المحامي قال لي 2 مليون جنيه. يعني هم اللي هيعيشوهم الفقر اللي احنا فيه ده. يا غبي افهم. انا ببيع الارض دي عشان حالنا يتصلح عاد، واختك اللي ما اتجوزتش تتجوز. انت ما بتفهمش ولا عقلك راح فين؟ لا يا صالح، زي ما انت ليك حق في الارض دي انا ليا حق انا كمان، واختك ليها حق. وانت كسرت كلام امك. افهم يا غبي. بقول لك عايزين ننقل من العيشه الفقر اللي احنا فيها دي، والارض دي لازم تنباع، مش هتنباع. بتمد يدك على اخوك الكبير؟ انت طول عمرك اناني وبتحب نفسك. وقف ضرب يا ولد اخوك. اخوي قتلت اخوك. قوم يا اخوي، قوم. اخوي قتلت اخوك. اخوي قوم يا اخوي. قوم. قتلت اخوك.